بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وجبه اقتصاديه متكامله. طريقه عمل البتنجان طريقه مختلفه شويه، بس هي جميله ومغذيه. انا معايا كيلو بتنجان بالشكل اللي قدام حضراتكم. بخرطه طرنشات صغير وبقشره، وبعد كده يعني برشه شوية ملح كده واسيبهم، وبعدين بقطعهم مكعبات صغير قوي. وبعد كده معايا طاسة على النار. بنزل بشوية زيت يسخنوا معايا. هو الزيت يعني حبة صغيرين مش كتير. بقلبهم تقريبا تقليبتين 3 كده، يعني حاجة بسيطة، وبخرجهم. هيتبقى معايا باقي الزيت في الطاسة. انا كنت حاطه فيه ربع معلقة نشا عشان البتنجان ما يشربش الزيت معايا. نزلت ببصلة كبيرة مقطعة وفلفل احمر مقطع، ومعلقة صلصة تقليب. البصل يدوب يصفر لونه. طبعا نزلت بالصلصة، ودول حبتين طماطم برضو عشان ما يبقاش طعمهم مزز. طبعا في الكبة بقلب كويس. معلقة توم خفيفة، وطبعا التوابل بتاعتي ملح فلفل كمون. طبعا قلبتهم كويس وغلوا شوية، وبعد كده خففتهم بشوية مية صغيرين عشان ما تبقاش لزجة قوي. ونزلت بمكعبات البتنجان اللي انا اديتها نص تشويحة في الزيت على النار قبل كده، زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بقلب، هياخدوا غلوتين كده ولا حاجة، يشربوا من الصوص اللي انا عملته، الصوص الاحمر، وبالشكل اللي حضراتكم شفتوه. طبعا شلت الطاسة. ده طاجن فخار انا دهنته سمنة ودفيت شوية على النار. السمنة بدأت تسيح. طبعا نزلت بالخليط بتاعي بالشكل ده في الطاجن، وهسيبهم يعني 10 دقايق يغلوا شوية ويبدأوا في الغليان. طبعا قلبتهم وظبطت الملح. طبعا ملح وفلفل وكمون. طبعا دي البهارات الأساسية معايا في الأكلة. هما لسه بدأوا، لسه ما بدأش يغلي الطاجن معايا، لأنه بياخد وقت على النار على بال ما يسمع ويبدأ يسخن معايا ويبدأ الخليط يغلي بالشكل ده. طبعا اضطريت اغطيهم شوية عشان يغلوا معايا بسرعة. فانا كده معايا 4 بيضات، ممكن نحط 5 أو 6 عادي تبع العدد اللي هياكل. تقريبا بتبقى 4 بيضة، على اساس الطبق بيطلع بالصوص بالبدنجان ومعاهم البيضة. بعد ما تستوي بتبقى حلوة وجميلة قوي معايا في الطاجن. ودول شوية كاتشب برضو هيطعموا معايا الطاجن. ودول شوية فلفل حلوين، فلفل اسود. طبعا مع البيض بيبقى مطلوب. البيضة هتبدأ تتماسك كده معايا. هغطيهم واخدهم على الفرن على الشبكة برضو شوية عشان يستووا اكتر. وهنا هنعمل سلطة بدنجان برضو. ده باقي البدنجان اللي كان معايا، انا غسلته، بشيل منه الحتت الزيادة، الزوايد يعني دي، واشرحه شوية بالسكينة على اساس ان انا ابدأ اسلقه ويشرب معايا من مية السلق شوية عشان يستوي بسرعة. حطيتهم كده في الحلة معايا. نزلت بلتر مية وخدتهم على النار. هسلقهم بس مش قوي، يعني يدوب نص سلقة مش اكتر. طبعا معايا فلفل الوان احمر واخضر، وممكن لو في اصفر تبع
الامكانيات، انا عندي فلفله حمراء وعندي فلفل اخضر وفلفل سبايسي. طبعا بقطع معايا الفلفل، وطماطم كمان، كام حبة طماطم كده بقطعهم صغير كده بالشكل ده طبعا، وباخدهم عندي في كبة بطحنهم بس مش قوي، يعني نص طحنة كده، يعني عايزاهم يبقى فيهم حتت صحية او حتت واضحة معايا في الطبق، مش هفرم قوي يعني، عاوزاهم يبقوا بالشكل ده. واي حاجة عندك، برطمان، علبة تلاجة، اي حاجة ليها غطاء بننزل بالخليط ده معانا. طبعا حتة توم مهروسة كده وشوية خل طبعا، وليمون، نعصر ليمون كويس، حلو الليمون برضو، لان دي هتبقى معايا سلطة بدنجان جميلة، وكمون وملح وفلفل، يعني الحاجات اللي هي بتطعم معايا الاكله، هي بتبقى تحبيشه جميله وطعمها حلو قوي. ده الطاجن بعد ما استوى وخرج بقى بالشكل ده حلو قوي، الصوص بتاعه كده مفقفق وفصل الدهون على وش الطاجن كده، والبيض استوى، وطبعا البتنجان بيبقى زي اللحمه بالظبط، بيبقى طعمه حلو قوي بعد ما بيشرب من الصوص ده في الطاجن في الفرن، بيبقى طعم جميل قوي. وخرجتهم معايا بالشكل الجميل ده، بتبقى كده يعني كل واحد بياخد طبق من الخليط مع البيضة بتاعته، بتبقى لذيذة قوي، وبتبقى برضو مغذية، بتجمع بين البروتين وبين الخضار، جميلة قوي طعمها حلو. وهنا البتنجان اللي كان بيتسلق نص سلقة، مش عايزة اهرسه قوي، يعني يدوب كده كويس قوي، هو سخن معايا طبعا وانا كان لازم اقطعه، فانا بدأت ابرده شوية كده وعلى اساس يبردوا، وهنزل بيهم في الكبة برضو، هديهم نص طحنة يعني لفتين مش اكتر، مش عايزاهم يطحنوا معايا يبقوا مطحونين قوي كده ومخبطين في بعض، لا انا عايزاهم برضو يبقى فيهم قطع كده عشان يبقى منظرهم، وبرضو اللي بيغمز تبقى باينة معايا قطع البدنجان مع الخضار مع التتبيلة اللي انا كنت عاملاها اهو بالشكل ده. نزلت بيهم فوق الخلطة بتاعتي اللي انا عملتها، دول شوية بقدونس او كزبرة اي حاجة، برضو بنكمل المجموعة معانا وبتدي